إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، أطيعوا الله رحمكم الله. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله عز وجل غزي وقول الله قد أنعم على الإنسان أدمن بهذا شي نعمة حقش لها، شي ديكاش حقش لها بنعم كثيرة دق نعمة دق ديكاش ثانية أدمن بهذا شي ديكاش حقش لها. ده لغة يقول عندها: وإن تعدوا نعمة الله سديل نعمتش واش دقردوي لا تحصوها سدال شاش دياش ديكنا سيادة دهشو از دقر دياش دهشو يا معنى. ومن أهمها سدال وين دياش ديكاش ديكي لازم يدولشان ديكي نعمة السمع وين هم حفظ شغل حيان دولش دوا دوش حدش دوا قميل وين حفظش اس حفظر وين دلره داله ديال دولش دوشي ليغمي دولش دوشي نعمة تقصى نعمة. قال تعالى: لكم ولدال يوغيو والله الله أخرجكم شبيهات دال من بطون أمهاتكم شنيان كير مشكل لا تعلمون شيئا حن خوش دواتش، وجعل لكم السمع والأبصار دال حم بعقزر دياتشان حم بعكور دياتشان والأفئدة دجاج دياتشان سنة لعلكم تشكرون سدال واشخم بفوش اشت ويدال دياش ديكا حم حفظر. فامتن الله تعالى على عباده شلاش تعدال ديك بإخراجهم من بطون أمهاتهم نيان كيرمر حم خوش باجي أرجع شو دي حرام، ثم رزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات نيا قوازش قيا قوازش حافظش اس حافظر دلرغة دال ديك دات. والأبصار بعكش دلرغة التي يشاهدون بها بعكس هم بعك وقوي. ومن شكر نعمة السمع سدال واش تسحق زرا تسحق وزد دولج أما الحق وزد دولج دياش نعمة غير سن خمبر مش تفضل أن يستعين بها المرء ونق شو شين حق زرسة شين غولي ديت شين غولق ديت سن ثانية على طاعة الله تعالى دال مدع خلق. فهم حفظ الشخلج دال مدع خلق حين ديك هم عندي يشيحو حين لامز عندي يشيحو أمر نهي عندي يشيحو، لأنه السكر مسؤول عنها شيء فقط دولش بوس وين مسوا سكر دال فقط ده سارع سارع فقط دولش عليه لد دريها حمد عقوز جواري فيها دال فقط دولش دال يوم إن السمع حقز لد والبصر بعد والفؤاد دق كل أولئك اجدرج كان عنه مسؤولا دال فقط دولش دحمش فبين بالعساس حين دال ديش ديكا مالك بين إسرائيل دال قيمة تنحفظ بحماشتش اشت دال ازديك دي خلش حم حقز ازديك دي خلش وي حقوش دوقتش وي ديغرقع وي ليل دي تزر مالك ده ثقافة الاستماع لدو خات سكوال كوية كميال دي شانه كميال قاعد ازدي سكوزيا هم بغده هم حقوز الشهادة لدو برقع ازدي خلط ازو عندي ديت. وهي مهارة يعطي فيها المستمع للمتحدث كل اهتمامه ناحي كميال حد شهادة شو سكت ساليه تنبولش شو حد وتش دوا كميال دعويزش داعي هيجيج واتش حوزج واتش حيك حد يدوش كميال غير حلدو بش خلده ازده لدو خر ازدل سكي ديرت خلط سكشي كمال عديجي والله وصلتو كشفو تصور ده عاب حيجش ساعة حيجش يوضح الكمال دش. وقد علمنا ديننا الحنيف بيبص الدين وين عندك هذا الأدب الراقي
اشتخصغلق لدو قرقع الخصغلق عن ذلك حيث ذكر القرآن الكريم قرآن بها داريو حيث ذكر القرآن الكريم أن الله عز وجل وزي واقي والديال خلق استمع لامرأة خالصك ودجدوا قميال وهلا يوليور سجلين دال اسخزر يا حجي حاضر مهتك من فوق 7 سماوات تقالصك بيمر زمن جاءت تشكي للنبي صلى الله عليه وسلم تشي سقطور كودي أن بيمر مجين هني اسخالصك فعن أم المؤمنين عائشة المجدد عائشة يوم ديال رياس الشمس الحمد لله الذي تدل باستن بقيو وسع سمعه الأسوات مسيح واس دعوز جوش دل باستن بقيو لقد جاءت المجادلة إلى النبي تكلمه بيغمرك أمالدش تقال سجين ريو عائشة وأنا في ناحية البيت تتصف دها يشتي يسيو ما أسمع ما تقول بيغمرك تشوتوش دواء أمال خزر تشتول تتصف يولجع أم بغدا ذلك فأنزل الله عز وجل وزي واقع دال بيغمرك دوستر تقال سجودير دوش أمال عليها قد سمع الله قول التي تجادلك حول حقيقة شبال قد بجاغجا قلسكي دوش دل حقزات عنيانا آية دل المسلم أزل ديالك شبال شي سوق دو قد يجوا سقف لدو غجو ازدعقوز جوياها ما عندك وهذه المرأة يقاسك هي خولة بنت ثعلبة يعخنيس عمر والش زامن از قالسك عمر تري فشتوشين سن كمال قدوش يقسك خنيس عمر سن لدو ضيته عمر يكتر لدو غجوار سن قالسك از لدو غجوار جي تحنقونك شو ايالا اي عمر ايالا السر فت عليه ويقسك لدو غجوار الله تندوق قمية سك عمر ايالا اليوم ويلك وهل تدري من هذه من يخوي عن الياس حيث شو كمال دجو قالسك اصبحت اي كمال دجو قالسك من يخوي خاص يا لا خاص قال عمر يا هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات دالت سجل نشكحها آية دوستيا وهم كمال دعاقزها وقو شبال بيمر القطبج يربع عن آية دوستيا خاصة كيف من ينزل عمر يا الله عباد الله إن حسن الاستماع لدو غرسكي فسخلت من قيم الفاضلة سجع سنديرة خذ الضوء الشغلة والعادة الحميدة خذ عادة دير الشغلة وهو يعني الاهتمام والتقدير لما يقوله الآخرون قشر حدش دوش كم يلساسب جد والشغلة وإن كلام الله عز وجل وسنة رسوله ديال كلامه بيغمر سنة أول ما يستوجب الإنسان وتدبر لا يوقع أن أمل حدش خلج بيغمر يوقع أن أمل حدش خلج بين لدوه أزمتك عمية أكير جواب لدوه دي ذنب الشيء أمل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله ديال حين حفظك يقول دا القرآن دي آية وسط حفظك يا أيها الذين آمنوا هي إملا لك فاستمع لقوله فديال دشك لدوه لك لا تدوغش قشع دا هيك سهيجش لدوه لك فإنه خير ديك دحونس يؤمر به أمر دجوا ديك دحون أو شر ينهى عنه يمون حكمه لجي أمر ده دحونس صدوع لا لوغ يحشوش ماجدي واحد شهاد قم يلقى إزدي الله خلرات إزدي خلرات تر السد غوخ قاعد إزدي خلرات تر لدوغ قاعد إزدي خلرات أن يرش ماجدي حدث له قم يلقى دال ياخد فهمر ياخد وكان النبي صلى الله عليه وسلم فهمر أجمل الناس حديثا قم يلقى إجر خوزة قم يلقى شنو فهمر واستماعا لدوغ قاعد إجر خوزة لدوغ شنو لا يتكلم كما يتصل فهمه حتى يبلغ المتحدث كما يجواسك من كلامه بس كما يستي والله سنيك لو جواسك كما يتصل وينصت إليه سنغلطوه ويتفهم رأيه سنلورفت سنقيل في حجر صدع شيء بيوعاشي لدوه وش خبره بيوعاشي ليخن صوبه
Rashi ladu bushkhalor, poingish deg ladu bushkhalor. That's the she diesel, wakash ladu amero, Adam khozbul bulush hakedo, Rashi ketim buluşul Adam, Rashi khozbul buluşul, yike khozbul buluşul. وبالمجالس له عشق تشمتين تذهب ثقافة الاستماع لدوق ازد الخزق والخشد والجامعة الجنس حيث ينصت الجميع بلغج إلى الكبير وقف شفوع الفجش وقف لدوق جامعة الجنس له مجلس وعشق ولا يقاطعون محدثا كما يلجوال كده واتساب كده واتساب حتى يفرغ من حديثه ثم كما الاستدال كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبر نزيل يأتشبس حين جاءه عتبة بن ربيعة وعبين أنه فيخبر موش فاستمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبر الذي رسوله ولم يقاطعه بشيء ساق الدوش يعني ساق حمل ساقسون كما الخوات نسرته فلما فرغ عتبة يستيريالش قال إلشنا يا رسول صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد يستيريالي فتح قال نعم يستيريالي قال فيهم الفهم فاسمع مني حسوا بضوبة قال سياد أفعل أياها الدين اشت فيهم الشيخ بين حقيقة حمزة نه كميال دشوش يغير توصلش نه كميال توخد يجير كميال شدش تخطر وهذا السلوك الحكيم من حسن الاستماع اشتخص لدو قدش والقادس كان يوصي به الحكماء أبناءهم هذا يبوشنا شيء قنجش عمد يدو حمدس فقال حكيم يقضي ابنه شيوعه يا بني سواعي يخشر تعلم عمدي له حسن الاستماع ناهد لدو خذ لدو عمدي له كما تتعلم حسن الكلام ناها يجي ازدي خذ كمال دي عمول الأخر ناها خذ لدو عملي له فإن حسن الاستماع خذ لدو ناها خاب إمهالك المتكلم حتى ينتهي من حديثه سكمال دي الوجه أخيل الرد سكمال استدامج والإقبال بالوجه سن يحسد عدل ذاقله والنظر إليه كمال حديث شد عبر حيشغله وترك المشاركة في حديث أنت تعرفه هي حين سهم سيغي دوتشو خوجع يغي توصلا ازدو تسغيرتش حين خوج دليل اسقمال سنجيستي دواقيتش حتى لا تقاطعه اسقوادت سديشتن قمال فتغضبه حوك حم حدس وليه فيغي لغش عشان قمال تغضش وليه اسفن إغضب قال أحد الصالحين صنع من الموت عشان يطحني يوم لجليسي علي مجلس عقيش صندح ثلاث خصال قبوة خطره إذا أقبل نق بوشتيني صلتش وسعت له في المجلس يسك حشواش سكني صلتش سن أقع مهتك يفارطويش وإذا جلس سك عقيش أقبلت عليه تعدي ميزات سن أقوش سك حشو يعني شبيحة فهو ارتحيجش داسي ويرزش تاشت يسر تاكش واتش حشو يعني استقع فوتكين فوتش تعدي ميزات وإذا حدث سوخمال دشخلش سمعت منه سوفيو وحدث سوخمال لطو بشمولجه أزدي لطو بعمل وبالاستماع الجيد والإنسات يستزيد الإنسان من خبرات الآخرين وعلومهم فاللطو عمي نقعسا لطو وقع إزدي الحين عمدوي ناخبره خصها مش عمد الدعاحي سان علم عمد الدعا سان خوش لا حمق سان توجد دوش خودش خميالا هم حين خور حين مديع ناهر لطو عميه ناهر لطو خديك همش عمد الدعا وقد قيل يعني إذا جلست العلماء على الناهر صحيح أخيش فكن حريصا صدر الله على أن تسمع أكثر لطو غردوخة صنعها صدر الله من أن تقول عين كمال دي الدوخة لطو غردوخة كمال الدوخة دي تغيرتش على الناهر صحيح أخيش عالم يا كمال الدوخة لطو حرها وقال أعرابي شيوخ لا ينتفع الرجل ونخشو بيت فتح بالقول دشسه إلا بحسن الاستماع كمال تنخوض دليل خودش كمال حدور البيت فتحونه لدو خل سن ازدي تسهلش لدو خل مستهلش فيمروا يوغو يوغتلوح شيء بيارس كادينا طبعا يحدوا عرضوا دي حراق يعني من اغتسل يوم الجمعة بيارس كادينا ليه جاسه
ليشا حقل بيبي ماجدي عاقل واستمع لديها وانصت شيفجر والديا سوفوقشه كان له بكل خطوة عمل زبون مشبوغة يأخذها أجر سنة شرع يعرج يوم صيام دين ما تقوابش وقيام بيسن الله تش عبادة يشتغى بجوة ملوچن حاوين عاقل شيفجر والدش شيك حدث وش أبيالنا لغوش زيادش ماجدي وارد اشتغلت ديال راهوش مجلسي وهاولي اشتغلت واقع الله موجودك وعشقيتي اشتغلت اشتشي ديزل عندي دالة خميال قاعد يزدي هلا لا تغر قاعد يزدي هلا دال توفيق قلبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.